معلومات حصرية ما حدا بيعرفها، ووصلتني من فترة والله، وكنت متردد بإني أذكرها ولا لا، لكن لأنه ما عرفت شو نتيجتها لحتى هاي اللحظة ضليت وكلت سبوتنيك. كريم كتير يعني كذابي، ما بتاخذ منه. لكن المعلومات اللي عندي إنه في عرض عربي إنه بشار الأسد، طبعا العرض على رأسه السعودية، لكن بتعرفوا الإمارات وعمان هي العرابين تبع هذا العرض اللي بده يكونوا الواسطة. في عرض مقدم بأنه بشار يبقى بالحكم لل 2025، ويستلم بهاي الفترة، يعني من هون ل 2025 يستلم رئيس حكومي معارض أو رئيس حكومي محايد، ما نو من النظام ولا نو راضي عن سياسة النظام، يا إما محايد يا إما معارض. بعد 2025 بيترك بشار وما بيتحاسب، وبيأمن لجوء له لعيلته على أي دولة تستقبله، ورئيس الحكومة هو اللي بيدير البلد، بصير في مجلس انتقالي بدير البلد. بشار بتعرفوا بحب يتأنزع ولو على خازوق. قال لهم إيه أوكي، بس بدي ضل رئيس فخري. يعني أنا موافق إنه نحط رئيس حكومي معارض أو محايد، لكن وال 2025 بيستلم المجلس هذا، لكن أنا بضل رئيس فخري. السعودية ما وافقت على هذا العرض. هذا الحكي قبل أسبوعين من هلا، كانت المعلومة قبل أسبوعين من هلا إنه السعودية ما كانت موافقة على هذا العرض، وقالت ننتقل للخطة بي. شو هي الخطة بي ما عرفت. شو راح يصير، راح يقبل ولا لا ما عرفت. لهيك كنت متروي شوي بإني أنقل المعلومة هاي ولا ما أنقلها. لكن حتى هاي اللحظة مثل ما حكيت لكم بأنه المفاوضات لساتها ماشي. يعني المفاوضات لساتها ماشي بأنه بين العرض العربي و يعني بين السعودية من جهة وبشار من جهة، وربما إيران داخلة على الخط. شو بيصير مسجلات أكيد راح أحطكم